السلام عليكم، معكم محمد عصام في فيديو جديد في قناة طقة. الليلة هنسوي شنو؟ الليلة هنسوي قراصة بالدمعة. الليلة هتكون قراصة جداد بالدمعة، حاجة كده من الموت، فخلينا معاكم. إن شاء الله الفيديو يعجبكم. وقبل ما نبدأ، أهم حاجة لايك وشير وسبسكرايب. وهنا بدينا تقطيع البصل. بدينا نقطعه قطع كبار. البصل ده ممكن نقطعه بالطريقة اللي انتوا حابينها، ممكن قطع كبار قطع صغيرة، ما حيفرق كتير. شوفوا انتوا أنسب طريقة تريحكم وقطعوها بيها. وبرضه عايز أقول ملاحظة مهمة، أنا بداية الفيديو قلت قراصة بالدمعة، لأ هي كانت بس دمعة ساي وما لاحظت الحاجة دي. هنا ضفنا البصل بتاعنا لزيت نار عالية، وبعد ما خليناه في النار العالية شوية خطيت فيه قطعة بتاعت زبدة عشان يكون كده شوية زي يكون بصل زايب يعني. تاني قلنا ضفنا عليه الجداد. لو البصل برضه لونه قلب بيكون كويس، يعني يكون لونه ذهبي بيكون كويس، لكن أنا هنا البصل الأبيض بقى قوامه زايب شوية. قفلنا على النار، وخلوا بالكم انه النار كانت عالية شديد، لكن اول ما تحطوا البصل اتأكدوا انه النار ما عالية شديد عشان ما تقرمش معاكم، احنا عايزينها تكون قوام زايد. تاني برضو نقوم نحط الفلفل الاخضر ده نفس قصة البصل، ممكن تقطعه بالطريقة اللي انتوا عايزينها، وتاني اخلطوه كويس كده مع الجداد عشان يدي نكهة قوية. ونواصل بس في الخلط، نقعد نخلط 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 لحد ما ندي شوية كده يعني مع بعض الحاجات دي كلها. وتاني نقوم نزيد شنو، نزيد طماطم. الطماطم زي ما شايفين مقطعة قطع كبار، وممكن تقطعوها قطع أصغر، ودي الحاجة اللي أحسن، ولا يكون عصير طماطم ولا صلصة، موضوع عادي جدا. فهمتوا علي كيف؟ وأنا قمت هنا خلطت كلهم مع بعض تاني. فانتوا اخلطوهم 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 كلهم مع بعض لحد ما شنو، لحد ما يمسك معاكم، يكون قوام كويس كده يعني. لخبطوا الحاجات دي كلها وتأكدوا انه السلطات بتحت، وخلوا الجداد بيفك. فهمتوا علي كيف؟ تاني اقفلوا عليهم وخلوهم مسافة كده زي ما شايفين. لما فتحنا في شكل مختلف شديد، الطماطم طلع عليه موية كويسة شديد، والبصل والفلفل كلهم مع بعض كده سوين شغل. ودي انا ما ضفت اي موية لو لاحظتوا، لكن دي موية السلطة، ودي حاجة بمدي يعني بتدي الجداد نكهة حلوة شديد. تاني نقوم نقفلها نديها شوية كده. بعد ما فتحت قمت ضفت عليها البهارات. طبعا البهارات دي ظابطة شديد، وممكن في فيديو من الفيديوهات اشرح لكم هي مكونة من شنو. وعشان ذاته تعرفوا ظابطة شديد، طوال اللون اتغير بتاع هنا، يشوفوا القوام بتاعه اتغير تغيير كبير شديد. تاني نضيف شوية موية اللي هي ممكن تكون زي كوباية صغيرة بتاعت موية. ونقوم شنو نضيف عليها صلصة معلقة واحدة. وممكن برضو الصلصة دي عادي ما تضيفوها لأنه عندنا كمية طماطم محترمة. وتاني نزيد لنا بهارات اللي هي القرفة. وتاني توم مسحون، ممكن تقطعوا توم وتحطوه في البداية مع البصل، لكن أنا ما كان عندي توم فاستخدمت التوم المسحون ده. ودي حاجات يعني اختيارية. وتاني نرجع نقفل عليه لحد ما شنو النكهات كلها تتماسك مع بعض. بعد ما النكهات اتماسكت مع بعض نقوم نزيد الموية تاني مرة، زي مثلا كوبايتين موية كده، كوبايتين موية مناسبة شديد. وتاني نقوم شنو نحط لنا معلقتين ملح، ولا الكمية اللي انتوا تشوفوها مناسبة على حسب الكمية. نقفل عليه تاني. تاني انا سويت لها حاجة اختيارية، خطيت معاه بيض مسلوق، والحاجة دي هي ظابطة شديد. الأكلة دي برضو بدون الجداد بالبيض المسلوق بتكون حاجة ظريفة شديد. قفلنا عليه، ودي كده النتيجة النهائية. ان شاء الله الطريقة بتاعتنا تكون عجبتكم. فشنا حلوين زي ما شايفين. وصلنا لنهاية الفيديو. شايفين الدم عادي سوى شغل شديد. فأنا شنو هسي حقوم شنو أظبط لي لقمة كده وأوريكم طعمها كيف. تمام، وأهو شلنا لقمة كده، لقمة ظريفة كده فيها لحم وناي. والله صراحة كده أنا شايف الطريقة دي طريقة ممتازة شديد. والدمعة من زول لزول من الطرق احتمال تختلف شديد، لكن الطريقة دي سويت بيها الدمعة دي يعني ضفت فيها إضافات خاصة بي كده، كانت طريقة ظابطة شديد. وأنا أنصحكم تجربوها بالطريقة دي. جد طريقة ظابطة شديد يا شباب. لايك وشير وسبسكرايب الحاجات دي كلها. وعزونا يا جماعة، رسلوا الفيديوهات دي لأي زول لأي زول. وانتظرونا للفيديو الجاي. مع السلامة.